اتحاد الكرة غير موجود بالخدمة بالنسبة للأندية المصرية، وتحس إن هو معمول عشان يوقع المنظومة الرياضية مش عشان ينجحها ويطورها، وهو برضه اللي هيكون سبب أساسي في المشاكل اللي هتقابل الأهلي والزمالك الفترة الجاية، وعشان كده عملت لك حلقة نتكلم فيها عن المشاكل اللي هتقابل الفرقتين بسبب اتحادنا الفاشل، وكمان هنتكلم عن المفاجأة اللي كولر بيحضرها للاتحاد الرياضي في مباراة السوبر الإفريقي، وهنعرف كمان ليه كولر رفض التجديد لعمرو السولية في الوقت الحالي، وهل ممكن يكون عمرو السولية خارج النادي الأهلي في الموسم الجديد. كل الكلام ده هنتكلم فيه في حلقة النهارده، بس لو أول مرة تشوفني يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد. خلونا نبدا الاول بالمفاجاه اللي كولر بيحضرها للاتحاد الرياضي في مباراه السوبر، لان الراجل عمل اكتر من اجتماع مع مدرب الاحمال والمدرب المساعد اليومين اللي فاتوا، وسالهم واستفسر منهم عن حاله امام عاشور البدنيه وهل ممكن يشارك مع الفريق في مباراه السوبر ولا لا، لان زي ما انت عارف ان امام عاشور كان مصاب من شهر ابريل اللي فات، واكيد الاصابه دي اثرت بشكل كبير جدا على مستواه البدني، والواضح كده ان كولر بيجهزه عشان يكون مفاجاه مباراه السوبر بحيث يقدر يعتمد عليه لو مروان عطيه ما لحقش بعثه الاهلي في السعوديه، لان زي ما انت عارف ان مروان عطيه من ضمن اللعيبه اللي فيتوريا استدعاها للمنتخب، وبغض النظر عن الكلام اللي بيقول لك ان فيتوريا ممكن يستبعد بعض لعيبه الاهلي من مباراه تونس، لكن كولر عايز يامن نص ملعبه ويطمن عليه، وعشان كده بيحاول بكل الطرق انه يجهز امام عاشور لمباراه السوبر. وبالمناسبه خليني اقول لك ان خلاص بشكل رسمي امام عاشور هيلبس رقم 22، الرقم اللي كان بيلبسه محمد ابو تريكه ومحمد محمود قبل ما ينضم لفيوتشر. عمرو السولية زي ما كلنا عارفين الموسم اللي فات شارك مع الاهلي عدد ماتشات قليله جدا، وده طبعا بسبب الاصابات المتكرره واللي خلته بعيد جدا عن الفريق، وعشان كده كولر طلب من الاداره ان هم ما يجددوش للراجل الا لما يعملوا له الكشف الطبي ويعرفوا ايه هي طبيعه الاصابه دي وايه هو سبب تكرارها اكتر من مره في موسم واحد، وعلى اساس النتيجه اللي هتطلع كولر هيحدد اذا كان هيتم التجديد للراجل موسمين كمان ولا لا. اما عن مشكله الاهلي والزمالك مع اتحاد الكوره فتقريبا كده الاتحاد مصر على عمل ازمه بينه وبين الانديه المصريه، وده طبعا بعد ما خالد بيبو طلب منهم استبعاد لعيبه الاهلي من مباراه تونس واثيوبيا، والسبب في كده هو ارتباط الاهلي بالسوبر الافريقي اللي هيلعبه يوم 15 مع الاتحاد الرياضي، والراجل قال لك ازاي هبقى بلعب باسم مصر في بطوله رسميه زي دي وعايزين تاخدوا مني لعيبه مهمه جدا في الفريق. وفي حد هنا ممكن يقول لي طب لما الاهلي هيلعب باسم مصر امال مصر هتلعب باسم مين؟ بص باختصار كده كل الانديه المصريه ورا المنتخب مفيش نقاش في الحته دي، ولكن في الحته دي بالذات القصه مختلفه تماما، وده طبعا لان المنتخب خلاص ضمن التاهل لبطوله افريقيا 24، ومباراه تونس هتبقى مباراه وديه ونتيجتها مش هتفرق كتير مع المنتخب، عكس الاهلي اللي هيبقى بيلعب في بطوله رسميه ومحتاج لكل لاعب عشان يقدر يرجع بالبطوله، وده غير كمان اللعيبه المحليه اللي ممكن تعتمد عليها وتطلع منها مواهب جديده زي ما حصل قبل كده مع احمد رفعت وعمر كمال وغيرهم من اللعيبه. فانا مش فاهم بصراحه ايه الحكمه ان فيتوريا متمسك انه ياخد لعيبه الاهلي في ماتشات زي دي، وبالذات ان زي ما قلت لك ان الماتشات دي ولا هتقدم ولا هتاخر مع المنتخب. ولو هتكلمني عن قصه ترتيب المنتخب في المجموعه والهري اللي بيتقال ده فانا هقول لك حاجه بسيطه جدا، خليك طلعت اول مجموعه صعب جدا تضمن ان ما يقعش معاك منتخبات تقيله، ومن الاخر كده مفيش منتخب بيخش بطوله افريقيا ويتقال عليه منتخب ضعيف، وبدل قدر يوصل للبطوله دي طبيعي يكون من اقوى منتخبات افريقيا. وانا ما عنديش اعتراض على ان فيتوريا ياخد لعيبه الاهلي في ماتش اثيوبيا، لكن مباراه تونس ولا ليها اي علاقه بترتيب مجموعه ولا اي حاجه من الكلام ده، وانا هنا ما بلومش على فيتوريا في القصه دي لان اتحاد الكوره هو المسؤول الاول والاخير عن الملف الكروي في مصر، وهو برضه السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي موجوده في الكره المصريه في الوقت الحالي، وده طبعا عكس الطبيعي في اي حته في العالم، لان الطبيعي ان اتحاد الكوره معمول في الاساس عشان يحل مشاكل وازمات الانديه مش عشان يزودها ويصعب الامور عليهم. وخلي بالك انا مش بدافع عن الاهلي بس، لا انا بدافع عن كل الانديه المصريه، لان الزمالك هيقابله برضه نفس المشكله دي وهيبقى عنده مباراه حاسمه في الكونفدراليه بعد ماتش الاهلي بيوم واحد، ولو الزمالك اتغلب في المباراه دي هيبقى كده بره البطوله، لان زي ما انت عارف ان اللي بيتغلب في دور ال 32 بياخد لعيبته ويتكل على الله. فمش عارف بصراحه اتحاد الكوره لازمته ايه في القصه دي. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي، وبكده اكون وصلت لنهايه حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.